هتكلم معاكم في حاجه غريبه جدا، بس انتوا هتفرحوا بيها. انا من اول ما اتحجبت وانتوا دايما تقولوا لي طب مين السبب، طب مين إيه القصه، ايه الحكايه، إيه مين اللي ورا الموضوع، ومفيش حد بيظهر. انا عايزه اقول حاجه، يعني ربنا لما بيريد شيء لحد بيحصل له. انا اول ما بدات اتحجب اتقال لي، لما انا بقول انا كنت بقول ان انا بجرب، اتقال لي من الناس قريبه مني من اهلي، اتقال لي ايه، لا يا نورهان خلي بالك انت لو قلعتيها اصل الناس هتقول لي. كنت بقول انا هخاف من ربنا ولا هخاف من الناس؟ قضيت وقت صعب ومؤلم واشتغلت فيه على نفسي مش اكتر من كده، هو ده اللي حصل. ويعني انا شفت في عين بابايا وقتها نظره، يعني اللي هو ايه، انا خايف عليكي قوي. هو كان بيقول لي طبعا كتير، بس هو بصراحه اداني في حته. وفي حد انا كنت باخد رايه على صحتي، شخص متدين دارس شريعه، دراسته اصلا كده، كنت باخد رايه. فانا كنت نزلت صوره وهو ايه قال لي طب ليه ما تجربيش الموضوع. هو مش هقول كان عارفني، بس كان في تواصل بين، يعني كان في نوعا ما تواصل، بس تواصل من بعيد قوي بصراحه. فمن هنا بقى جت الفكره. انا كنت عارفه ان انا هكمل او مش هكمل، لا بس انا ضغطت على نفسي كده. وثقت في شخصيات ما كانش المفروض ان انا اثق فيها، او كنت عطاءه جدا مع ناس. كنت دايما بقول لنفسي انا مش هفكر في نفسي، لو انا هفكر في اللي قدامي هو هيفكر فيا مهما كان. لكن لا طبعا، لو ما عملتش حساب نفسك اللي قدامك مش هيعمل حسابك. حتى لو كنت انت ايه، لو اديت للي قدامك وما شلتش حق نفسك، هو اول واحد هيجي على حقك. هي دي الحقيقه فعلا. ويعني ربنا اراد. اي حد عايز يحاول ويعمل اي حاجه لو هي صح وانت مصمم عليها وضغط على نفسك، مش هتضغط على نفسك. ولما ربنا لقاني مصممه بدا يعني. لكن الاعاله ما بتجيش في الاول، بتيجي بعد ما انت تضغط على نفسك. مش نفس وما سواها والهمها فجورها وتقواها. خلاص، يعني انت الموضوع فيك. شكرا.